اول حاجه النهارده هنعملها ان احنا انضف البوتاجاز، فرن البوتاجاز. هو عامل ازاي؟ ده كله هينشال بقى دلوقتي. بصوا عامل ازاي. ما عنديش نور جوه الفرن، انا اوريهولكم من جوه الفرن عامل ازاي. بس اهم حاجه في باينه. اهم حاجه في الموضوع ان احنا نسخن الفرن الاول، وبعدين هقول لكم هننضفه ازاي. هنسخنه كده مع بعض. هنسيبه كده 3 دقايق يسخن. على فكره هو لازم نسيبه شويه ان هو يتوسخ، عشان لما نيجي نصور لكم تنظيفه يبان الفرق معاكم. لكن لو هو نضيف واحنا نضفناه فمش هتحسوا ان هو نضف او ان فيه تغيير. فاحنا لازم نسيبه شويه ايام كده ان هو يبقى فيه تأثير. تمام. طبعا في ناس كتير منكم عارفه الكلام ده. اعملوا لايك بعد اذنكم واسمعوا الفيديو للاخر، هتلاقوا الفرن ده بيشف ويرف. ده النظيفه الشاطره يعني هي اللي هتسمعني للاخر عشان تشوف كده. اعملي اشتراك واعملي لايك. هنا بقى معايا البوتاجاز لسه والع على فكره وسخن. جبنا ازازه بخاخه كده، وحطينا فيها كربوناتو، وحطينا شويه خل، وحطينا ليمون، وحطينا شويه ملح طعام، ورجهم كده كويس. وهنبدا ان احنا نرشه داخل الفرن. على فكره الفرن والع. بصوا بصوا الفرن والع. سامعين الصوت؟ الفرن والع. هنعمل بقى الاحراف والاركان والزقار، وهنعمله من فوق ومن تحت ومن جوه ومن بره. هو دي مكان لندا بس هي بايظه. الفرن ده اصلا من ساعه ما جبته هو بايظ، كل ما اصلحه بيبوظ. بس الحمد لله يعني هو شغال اليومين دول. زي ما بيقولوا ايه، حمارتك العرجه ولا سؤالي اللئيم. تقريبا انا قلت المثل صح. شغال يعني نص نص كده. اهم حاجه بقى هنعمل الكلام ده تلبسوا كمامه. اهم حاجه تلبسوا كمامه عشان حساسيه الصدر، واي حد تعبان او حتى في اطفال يبقى الشقه كلها مفتحه والاطفال بعاد عن المكان ده. هنخلصه بقى كله ونسيبه نص ساعه وارجع لكم تاني. هنا بقالنا دلوقتي ساعة الا ربع، مش نص ساعة، بقالنا ساعة الا ربع صابرين عليه لحد ما كل الحاجة كلها. جبنا بقى هنا جردل المية وفي قلبيه شوية اومو، وحطينا فيه المقشة. بصوا بقى اللي احنا هنعمله، محدش يقولنا تهور، لكن دي تهور في النظافة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بس، بصوا طبعا مش هنمسك حته واحده، هناخده كله فوق وتحت شويه من ادي الشبكه. حاول تاخد الشبكه دي في الحمام وتغسلها بسلكه براحتك، بس ده لو هنعمل كله يعني بنفس الوقت. الشبكه بهدل الدنيا وبتاع الفاضي برضه هتديلك بقيه الدنيا كلها. طبعا تكوني بتنضفي في ايدك لما فرش المطبخ وعامله حسابك على ان مفيش حاجه تخش البوتاجاز في الوقت ده. مش هيشتغل البوتاجاز الا بعد ما نخلصه بساعتين. البوتاجاز ما اشتغلش الا بعد ما نخلصه بساعتين. ماشي، خبط ورزع ده عشان المقشه بس. الصوت ده عشان المقشه بس. انا فرني على فكره ما فيهوش كهرباء. الفرن عندي كهربته فاصله. الفرن مفيهوش كهرباء. للجماعه اللي عندهم الفرن فيه كهرباء يشيلوا الكهرباء قبلها بساعتين، وما تشغلوش الكهرباء في اليوم ده خالص. ما تشغلوش الكهرباء في اليوم ده خالص. شغلوه فوق عادي، لكن الكهرباء لا. هو بتاعي اللي ده بيقفل عليه ده اهو. هنعمل بقى كله مش حته حته يعني، اليمه التانيه اخرى.
نعمل بقى الباب ساند على الجردل على فكرة بتاع المية. على فكرة انا رشيته برده من فوق وانا معاكم عشان نعمله فوق وتحت شمال ويمين ويبقى ولا حماية العروض. ناخد بقى الفرن اللي الدرج يبقى تحت برده مسقار كده. بصوا الميه، بصوا الوسخه اللي نازله منه قد ايه، بصوا الوسخه اللي نازله منه قد ايه. هي مش وسخه على فكره، بس ده السمار اللي بيبقى في قلب الفرن، السمار. ده كان ستيكر عليه وهو اللي عمل الطبعه دي. هنشوف دلوقتي برضو مع بعض، بس الفكه بس الاول على الحاجات اللي انا هسلقها فيها الجليطه دي. بصوا من نوع البوتاجاز بقى في كمان من وراه نازل قد ايه وساخه. عاوز تعمليه بالسلكه يبقى احسن كمان، هيطلع معاكي ينضف اكتر، بس انا مش بقدر اوطي كتير فعشان كده بعمله بالمقشه. جبنا بقى جردل ميه نضيفه وهنشوف الشطيف. اهم حاجه يا جماعه الكهرباء والغاز يكونوا مفصولين، الكهرباء والغاز يكونوا مفصولين. هنشيل ده بقى نخرجه بره، نشطفه مره كمان بره. مش تعرفوا قيمة اللي انا بعمله ده لما تلاقوا بقى ريحة المطبخ وجمال البوتاجاز ولمعان البوتاجاز، هتحسوا براحة. على فكرة ده لونه، دي مش وساخة، ده لون مش وساخة، تمام. هو نضيف خالص اهو، بس هننضفه برضو بعيد شوية واكمل معاكم تنظيف البوتاجاز. دي هنعيد عليها تاني عشان نطلع الحاجة اللي فيها دي. بصوا بقى النظافة بيشف ويرف، بس احنا بقى بنجيب حتة منديل كده، مناديل، وبنلمعه. اهم من الشغل تظبيط الشغل، اهم من الشغل تظبيط الشغل. فاحنا بقى منجيش على التلميعة دي وما نلمعهاش ما يبانش عليه. لما بنلمعه بيبان بيبرق كده ما شاء الله ما شاء الله.